كانت تسيطر الوحوش والشياطين على الأراضي وتدب الرعب في قلوب البشر، إلى أن جاء عصر نفت فيه كل الوحوش والشياطين، حتى أنها أصبحت في الماضي، وظن الناس أنها أساطير الأولين. ولكن فجأة وبعد كل تلك السنين يظهر أحد الشياطين مرة أخرى ليدب الرعب في قلوب البشر. صديقي النهاردة جايب لك ملخص أنمي خطير كالعادة، جايب لك قنبلة نووية. في البداية اصبر عليا عشان تستمتع بالأنمي. يلا بينا نبدأ الأنمي. وصلنا آخر مرة لما هنا قالت له البشر هم اللي خلونا نسيب بيتنا. أما رايتشن قاعد يحكي لأيشيو قصتهم، هي إن فصيلة الكيمياتشي دي بيعيش في مجموعة من 3 أفراد، وكنت أنا وأخواتي ال3 عايشين سوا مع بعض وما بنأذيش البشر، وده لأن عندنا قانون ماشيين عليه دايما، هو إننا ما نقتلش أي بشرية من غير سبب واضح، إن لو عدينا البشر كيمياتشي هتنقرض. عشان كده اللي بيخالف القانون ده لازم يتعاقب، وجار اخويا ده اي بشر يقابله فلا يقتله فلازم يتعاقب. عشان كده عاوزين انك تستخدم رمح الوحش وتقتله. اما تورا فسأل كجاري هو فين اخوكم جورو، فقالت لها مالك دعوة، فقال لا اخوك ده ولا يفرق معايا في حاجة. فجاري طلعت من ايدها النصل وقالت له انت لازم تتعاقب انك اهنت اخويا. فتورا ساعتها حس حاجة غريبة فبص وراه عشان يشوف فيه ايه، فكجاري قطعت ايده، ومرة واحدة اشيو سمع صوت غريب جدار اتكسر، فقال ان جور وصل، وقال انا قررت ان اقتل كل البشر اللي هقابلهم، مش هسيب اي حد، هقتل الا حد ما يموتوا كلهم. فهالشين قال له انت نسيت قانون الكيمياتشي. فجور قال له ما يقرفش معايا قانونكم، البشر طردونا من ارضنا وشردونا من بيوتنا، انا حتى زهقت من شكلهم اللي احنا مجبرين نكون عليه. وبعدها خلع القناع البشري وظهر شكله الحقيقي، وهو شكل زئبق. انا هقتل كل بشري اشوفه قدامي. فجورو بص على وشه وشاف معه رمح الوحش، فقال لاخوه ريشارد كده بتبيعني يا اخويا بتأجر حامل رمح الوحش عشان يقتلني. فغضب جدا وهجم على ايجي ورماه على الارض، وكان هيقتله فترة لحقه في اخر لحظة ورمى دراعه المقطوع على جوال. فجورو هرب من المكان وطارق قال له احنا بنضيع وقتنا يلا نمشي، لكن ايجي ما ردش عليه. فطارق قال له انت هبل، في حد يموت من خدش زي ده؟ فريش مقلع على فكرة. دي حاجة تبع الكيمياء بتتعالج بالدواء بتاعنا بس. فحط الدواء عليه ففاق وطلع يجري عشان يواجه جورو، فداس على دراع تورا المقطوع فاتخض وقال له يا تورا انا اسف. فتورا قال له دي مش حاجة يعني، رجعها مكانها خلاص. فربط لها دراع. وبعدها ريشن قال لهم لازم نلحق نروح من موقع البناء لانه جورو عاوز ينتقم منهم. فكجارو قالت لهم كل ده بسبب البشر، احنا كنا عايشين زمان بكل سلام وامان وجوره كان طيب وما بيقتلش حد لحد ما جه البشر واستولوا على بيوتنا عشان ما يعملوه ملعب جولف. كنا بنتنقل من مكان للتاني ومش لاقيين به اي مكان. فاخويا ساعتها توعد انه هيقضي على البشر، واول ما وصل لموقع البناء جورو شافهم متعصب جدا لانهم جايين يقتلوه، وهجم على اشيو فاخواته قال له تعالى نعيش سوا في مكان تاني من جديد. فقال لهم البشر يطردون تاني. فاشيو غضب من كلامه قال له لو سبته هيقتل الناس لازم نقتله، وهجم على الطور وجرحه. فجورو وقع عليه صخور التل اللي فوقهم وفرح انهم ماتوا تحت الصخور، لكن تورو واشيو رفعوا الصخرة اللي كانت عليهم. فاشيو قال لتورو الحق رايشن وكجاري من تحت الاتوبيس خبر المانجا ويقود المسرب ينفجر. فجورو هجم على اشيو عشان يقتله، لكن تورو حذف عليه طوبة ولحق. فاشيو بكى لانه حس ان البشر ظلموا جو واخد بيته. في اثناء حديث موصل العمال لمكانهم، واحد منهم اخذ طوبة رماها على جورو وتنفذ منه، فالبشر اتخدوا وقتها وخرجت منهم السيجارة. فرقوش ولع فتور القرر جورو تعال ارفع معنا الاتوبيس، لكنهم مقدروش يرفعوا. طلب من العمال انهم يساعدوهم فرفعوا كلهم الاتوبيس وانقذوا قريش النكجاري. قبل ما المكان كله يتفتن فاشي ووعد جورو انه هيساعدهم يلاقوا مكان تاني يعيشوا فيه، وساعتها هيعرف كل الناس ان ده مكانهم عشان ما حدش ياخدهم منهم. ضحك وقال له انا موافق، لكنه بعدها غدر باشيو لكن الروح طعنه في اخر لحظة. اشيو قال له ليه عملت كده؟ ومات جورو واخواته بيبكي عليه وودع اخواته قبل ما يموتوا. بعد كده بنشوف الكهنة وهم راجعين خائبين الأمل بعد فشلهم
في كبير كان غضب منهم بسبب المشاكل اللي عملوها، وقال لهم أنا عارف إني أنا دربت 4 خلفاء عشان الرمح، لكن بما إن الرمح اختار أشياء فلازم تحموا لأنكم اغتصبتم بأفعالكم. وهي قالت لي إن الرمح هو اللي بيختار حامل، وإحنا ملناش دخل في الموضوع ده، عشان كده لازم نراقب أشيو لأنه هو حامل رمح الوحش، وهنسيب الوحش اللي معه ومش هنختمه. على الجانب الآخر بنت اسمها سايا رجعت البيت متأخر، وأبوها وجدتها بيقولوا لها اتأخرت ليه؟ فالأب قال لها يلا ادخلي خلصي اللي وراكي. وهم ماشيين قال لها البيت ده بيوفر لك المسكن والحياة والأمن من غير ما تشردي في الشوارع، لازم تكوني ممتنة. فجدة قالت لها روحي شوف الوحش عاوز ايه واعملي اللي عاوزه. ودخلت بعدها على الوحش فيه صورة بنت اسمها أوما موري، وسألته قالت لها رأيك نلعب كورة؟ أوما موري قالت لها أنا عاوزة أمشي من هنا. فهي قالت لها ما ينفعش لازم نفضل هنا. أوما موري قالت لها في يوم من الأيام هيجي بشر ووحش يطلعونا من هنا. أما أشي وتورا كانوا ماشيين قدامهم، وكانوا ماشيين في الشارع لحد ما شاف إساي ماشية قدامهم، وكان في عربية تخبطها فأشي يلحقها لكنها كان مغمى عليها. فسألت قالت له دي سايا من عائلة التكاتوري، وشاورت لها على بيتها، وعرفت ان العيلة دي بتملك ثروة ضائفة جدا. فاشي وخدها وصلها البيت، وهم في الطريق سايا فاقت واعتذرت لها لانها بيجي لها نوبات الاغماء من وقت للتاني. فطارق قال لها انا حاسس ان دي مش بنت شهادة بس. هي قالت لا انا من سلسلة ذو الشعر الابيض اللي بيقدروا يشوفوا الوقاي ويتعاملوا معهم، وانا شايفة تورا دلوقتي. اشي وصل لبيتها اللي كان ابوها فيه بيتكلم مساعدينه عن حالة ثروته. قال له انت بتحتوي على اغلب الثروة اللي في المنطقة. فانبسط جدا لانه عارف ان الوحش لما بيتحبس جوه بيته البيت ده بيزداد ويصبح سريع. وبعدها دخل بيته ووزع رسالة لانها كل مرة تخرج بره البيت بيغمى عليها وحد بيجيبها البيت، فأمرهم ما تخرجش من البيت تاني عشان ما تموت. وبعدها بص على أشي فقال مين ده؟ فجد قالت له ده اللي جاب سايق. فقال له خد فلوسك وامشي يلا من هنا. سايق قالت له لا سيبه هنا أكلمه شوية وبعدها مشيه. فقال لها ماشي نص ساعة وبس ويمشي. وقبل ما يمشي لمح الرمح اللي مع أشيو فسأله أشيو إيه ده؟ فأشيو قال له مالكش دعوة. وبعدها الأب والجدة مشيوا. فأشيو قال لها عاوزة مني إيه؟ فحكت لها عن قصة فلما قال لها إن سلسلة ذو الشعر الأبيض مهتمين هي التوسط بين البشر والوقاية، لكنها حصل استخدموا أمي في تكوين ثروة كبيرة. وهنا خلص العالم بتاعنا النهاردة. لو عجبك